السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي في لقاء عاملينه بمناسبة بعض الشكاوي من الفرش اللي هو معمول عند سفيريون، اللي هو ابتدوا بيه. فالناس كلها تقريبا كده من ابو قير بتشتكي من حكاية انهم بيدفعوا ال15 وفي نفس الوقت بعد كده عايزين مرضية او اتاوة بمعنى اصح. يعني انت دخلت دفعت تذكرة علشان تقعد على كرسي، يبقى لازم تدفع اللي بيسموه مرضية. فالحاجة ديت يعني انا ما كنتش عايز اخوض فيها يعني ولا اتكلم فيها، بس لقيت ان هي حصلت مع حد اعرفه كويس جدا 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 وقريب مني جدا. فجا وقال لي على ان بعد ما يقعد بيعوزوا منه مرضية. طب هي 15 جنيه ديت مش مرضية بالنسبة له يعني ولا ايه؟ طبعا معانا احد سكان ابو قير واحد اهل ابو قير، فلقيته عنده برضو نفس المشكلة بان في حد بيروح وبيتعامل معاملة وحشة. الاستاذ محمد شبل، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. دلوقتي في حاجة عايزين نتكلموا فيها بمناسبة الفرش ده. هل واحنا على فكرة ناقلين للحدث، يعني احنا ناقلين بس للحدث. يعني اللي بيحصل ايه؟ انا ما حصلش معايا حاجة شخصية، انا رحت هناك دفعت ال15 جنيه ولما قال لي مرضية رحت شاخد فيه ومشيت. بس يعني ايوه في ناس تانية ممكن تكون دفعت غصب عنها. بص يا استاذ الفاضل، احنا بنتكلم دلوقتي بالنسبه للموضوع دوت. احنا بصدد تطوير المكان، واحنا شايفين المكان بقى كويس. الاول المكان مكاننا، ما بندفعش وبننزل في اي وقت وبننزل في اي عند الناس كلها، حبايبنا اللي على الفروش دي كلها والكلام ده كله. ولكن دلوقتي عشان انا ادفع تذكره واجي اخش وتيجي تقول لي كمان مرضيه، كمان بتحط عليا اعباء تانية وانا داخل جوه ساعه ولا ساعتين عشان انا يبقى انا ابسط عيال ولا بتاع. فطبعا هي ديت يعني بعض الملاحظات اللي هي، لان دي برضو حصلت مع بعض الناس اللي هي قريبه مننا جدا، والناس اللي ممكن تدفع او ما تدفعش. يعني هي دي من بعض السلبيات اللي هي موجوده في قلب الشاطئ حاليا، يعني او الشاطئ المميز اللي اتعمل دلوقتي. طب حضرتك دلوقتي بتطالب بايه بالظبط يعني بالنسبة للفرش اللي هناك انا خلاص، انا ارتضيت المرضية؟ ودفعت، انا دفعت التذكره ودخلت. يعني انت بتطالبني بحاجه تانية ليه؟ يعني انت بتطالبني ليه تاني اللي انا ادفع؟ اخدت بال حضرتك؟ طب ما تقول لي تذكره ب 20 جنيه بما فيها المرضيه كده، يعني خلاص كده يبقى انا عارف، ما يجيش حد تاني يقول لي اديني بقى فلوس تانية من تحت الترابيزه مثلا، يعني ولا ايه؟ دي بقى كده بالنسبة لنا احنا دي دعوة لأهالي أبو قير، لأن الأغراب يمكن مش متابعينا. دي دعوة لأهالي أبو قير إن هم ما يروحوش الفرش اللي هو عند سفيريون ويقطعوه، وممكن يروحوا الفروشة اللي هي قبل كده في عندنا هاني بخيت، في عندنا سمسمة، في عندنا مؤمن تيتو، في عندنا أحمد ضلمة، في عندنا حد من الناس اللي احنا نعرفهم دولت كده. أعتقد أولى لأن الناس اللي هناك دولت أغراب عن أبو قير. فأنا بدعو دعوة بعد اللي سمعناه وبعد اللي أنا سمعته إن الناس تقاطع شاطئ أبو قير اللي جنب سفيريون ده نهائي، علشان خاطر يحاولوا ان هم يا يتعاملوا كويس بعد ما تضعف الاعداد، او انهم يقفلوا ويروحوا بس.